ولك يا طيرة طيري يا حمام، لك مبسوط مبسوط. هلا بالعادي هذا عود واستخداماته بهذا الشكل. هلا اليوم راح نستخدمه بطريقة تانية. والاهداف عليكم تنهال، اهداف عليكم تنهال. واحد حطه واحد شال، واحد حطه واحد شال. لما الكسيس يهز المرمى، لما سانشيز يهز المرمى، بيفرح قلبه للجولار، بيفرح قلبه للجولار. واللعبة صيتال للمريخ، لعبة صيتال للمريخ. فيها طاخ وفيها طيخ، فيها طاخ وفيها طيخ. لما بتضيع الطابة، لما بتضيع الطابة، منبدلها بالبطيخ، منبدلها بالبطيخ. البرشلونة بالباي باي. عراس الشباب، من وين الشباب؟ احلى شباب. مراحب، انتهت من زوقة للاحداث المباراة يلي جمعت بين برشلونة واشبيليا بالجولة الثامنة من الدوري الاسباني بفوز درت اشبيليا بنتيجة 4-1. متصدر ولا تكلمني، ومو 24 ساعة هذا طعم منحط لكم اياه وانتم بتوقعوا فيه. واليوم برشلونة لبس الأربعة توجع، الأربعة تبهدل، الأربعة تخلي ليلتك يا ليل ويا عين ويا سلام. ضليتوا تحفلوا على أهلنا أنه المدريدي زلع خمسة، وانت على اساس انه الله الحامي. ايه البيس لقلك، البيس يا غالي ما احلاك. شوف الطقم، زبط الجرافي امورك. انت ما في احلى منها هيك. انتوا على السكه الصح. هلا انتوا على السكه الصح، كملوا كلنا معكم. برشلونه اليوم ضايع والطاسه ضايعه وما حدا عرفان مع مين عم يلعب. اليوم كنتوا عم تلعبوا مع الاشبيليا اللي ما بيرحم، يلي بيوجع، يلي مثل ما بيقولوا اليوم اخذ اللعبة أربعة ومع الرأفة. هلا حدا بيقول لك كيف طلع معك هيك؟ بالشوط الأول مين كان عم يلعب؟ أبو حردوب وإشبيليا، عمال مصفاي وإشبيليا. عرفتوا كيف مين كان عم يلعب؟ كان برشلونة عبارة عن فرصة وحدة ما في غيرها اجى منها الجول عن طريق MVP المباراة. وهون فيك تاخذ لحظة صمت وتضحك. راشفورد هو MVP لأنه حط جول. يعني الحقيقة أنه شلون بدنا نرضيهم للشباب؟ يلا أخذوها، مبروك عليكم MVP شباب. إشبيليا بلش المباراة بطريقة طاحنة واستمر بالطحن، والطحن جاب نتيجة، جاب أحلى بن برازيلي معتق. اليوم كانوا الشباب عم يلعبوا تيكي تاكا. اشبيليا بالشوط الاول متسيد على مدار قديش لعبهم؟ 54 دقيقة. اعطاكم دقيقتين بحجة انه ماركاو اكل مثل ما بيقولوا وقعه واصطدام مع الحارس واخذتوا جول. يلا معلش مبروكي. عرفتوا كيف؟ بس الحقيقة اليوم اذا بدنا نجي للي صار بقلب اللعبة، اشبيليا كان بالشوط الاول ممكن برياح يخلصها باربع جوال. طبعا تم قص شريط الاهداف بالنيران الصديقه على الكسيس سانشيز يلي كانوا ملبسينه برشلونه، واليوم لبسوا اشبيليا ندفوا الجول الاول. والحقيقه اجى عن طريق ضربه جزاء عملون عليها كتير اشكاليات، بس معلش يلا كمان هاي رح نمرق لكم اياها لانه بالدي كمان فهمان انه هاي اللعبه هي كرة يد. بهاي اللقطه تم احتساب ركله جزاء على الراوخو يلي ما له طعمه. الحقيقه دفش ما له طعمه وفوتك كلها ما له طعمه وانت كلك على بعضك ما لك طعمه. كان عامل فول ما له طعمه الراوخو وتسبب من خلاله ب ركلة جزاء استفاد منها اشبيليا والكسيس سانشيز بيحط الجول الاول. بدنا نجي لعند هذا الزلمه اللي انا كنت بدي فوت على قلب الشاشه اطب شو قتلي ونهنه، يلي هو روميرو، اسحاق روميرو، يلي هو المهاجم رقم 7 باشبيليا. انت روحت حبيبي 3 جوال لحالك، فيك شيء مرتفع حرارتك؟ يعني بالاخير منيح جبت هذا الجول لانه حط لقمك اياها فارغاس بحلقك. ايه اليوم فارغاس كان من السيليساو، كان في نغم، كان في طرب وعزف، كان من اهم اللاعبين الموجودين على ارض الملعب بالفريقين. النتيجه هون بتصير 2-0 لاشبيليا بعد ما سجل روميرو، بعد ما اشر له اياها الفارغاس وقال له اخي ما في حل غير نجيب اولاد الحارات اللعبه مطرحك لانه اليوم بدهم يكتبوا عقدك الحرجلي. والعمال المصفاي وابو حردوب مقدمين عقود اليوم فورا لحتى تكون معهم. عرفت كيف؟ لانك اليوم انت مانك معقول
كان الواحد بده ياخذ حبة تحت اللسان لحتى يقدر يتحمل هذا العفس اللي عفسته عمي روميرو. اشبيليا بالشوط الاول كان مكتسح تماما لبرشلونة يلي ما كان حاضر بي ولا خط من خطوطه، لا دفاع ولا وسط ولا هجوم. والحقيقة كان عن جد في كمية فرص وزخم هائل على مرمى تشيزني، بس كمان تشيزني كان حاضر اليوم وحمل لعبي انه تضل 2-1 بس بالشوط الاول، لحتى اجت اللحظة يلي هي بالدقيقة 45 مدد الحكم 6 دقائق وصار في هذا الاحتكاك تبع ماركاو والحارس، واضطر الحكم يزيد دقيقتين. بهاي الدقيقتين باص من الفنان هذا اللي دائما حاضر بيدري، بيرسم له اياها رسم لراشفورد وانهاء كتير حلو من راشفورد، تقريبا سطره الحارس، يعني ما لحق يشوف شيء غير انه طابي الجول. والحقيقه من بعد هذا الجول حست جماهير برشلونه انه اللعب جاي بالشوط الثاني. بالشوط الثاني برشلونه حاول يعدل الامور ونزل ايريك غارسيا وبالدي وسحب جيرار مارتين واراوخو اللي كان مثل المزهريه اليوم وماله طعمي، وجماهير برشلونه بتعرف هذا الحديث. لا يجي بالدي ويعمل هاي الحركة اللي أنا ما فهمتها. لو ريال مدريد مثل عادي حبس منفردي أشغال شقة 20 سنة وبطاقة حمراء، أما بالدي بيعمل لك الحكم هيك. شو أخي؟ شو يعني هيك؟ يعني شو نعمل نحن؟ هاي ضربة جزاء، ضربة جزاء. شو يعني على أساس أنه سحبها وأنه بعد إيده؟ يعني لو كانت على دور اهلنا اكيد كان ختموا الحكم مثل ما بيقولوا بطاقه حمراء، هون طبش له اياها على خلقته. طبعا الحكم بيمارس دور الصف الاعمى، بيعطيه وحده يوحدوه وبيمشي اللعب، وانت هون ما بتفهم شو اللي صار، بس انه اللعبه بتمشي عادي ما في شيء رواق. يعني عرفتوا كيف؟ كان 2-1 وكان ممكن تصير 3-1. بس مين اليوم اللي كان الخارق الفضائي الخيالي الخرافي؟ كارمونا. هذا اللاعب اليوم قدم مجهود خيالي بالجول اللي حطه. شباب نفاسي هذا. انت عم تحكي عن لاعب داخل من بعد الدقيقه من بعد ال 75، لانه اخذوا مثل ما بيقول كولينج بريك، فاتوا اللعيبه، هذا شربان ريد بول وعم بعطيها جوينيح، فات الزلمه شق للجول، شفطوا اياها لتشيزني. يا لطيف يا لطيف من لجول. هون طبعا قتل اللعبة تماما. من بعد الجول الثالث فاتت الامور بالحيط وفتناكم ريفيرس شوي لورا. هذا عدنان يونوزاي. عمي انت عميل شي؟ جاسوس شي؟ شو وضعك؟ نزل من هون بدل فارغاس، لبس فورا فريقه من هون ضربة جزاء. هلا حدا بيقول لك إيه ما فيها شيء، كمان هذا احتكاك حقه فرنجين مثل دفشة اراوخو. اللاعب هون فاقد للأهلية، بس نحن عنا مين؟ عنا دوستويفسكي الليفاندوفسكي. أحلى عالم. هيك بدنا إياك، هيك بدنا إياك بكل لعبة يا عمي ريفا. عمل لي هاي الحركة ونط هيك وشفطها. عرفتوا كيف؟ طبعا هون البرشلوني دغري سفق 3 حبوب تحت اللسان، قالوا له نجيبوا لي المنفسي، حكوا الهلال نحن جاهزين لانه شوي تاني بدنا نروح افواج افواج على المشافي. بعد ما صارت اللعبه 3-1 لاشبيليا، الحقيقه هون فريق برشلونه تماما تاه بقلب الملعب وخلص صار في ضياع شبه كلي عند كل اللعيبه بكل الخطوط، وما عاد يعرف يتدارك الامور لتجي اللحظه يلي سرق في يمين البديل ادمز حط جول. ادمز حط جول والتغى. طبعا جول الالغاء بوقتها صحيح 100% لانه هو بحاله تسلل، ولكن قال لهم انا حاضر، انا بختم وانا بوزع الجلاءات باخر المباراه. اذا فوز عريض وضربتين على الراس بقفا بعض، وحده نتفوا اياها الباريس سان جيرمان، واليوم اجى اشبيليا وكبسوا الثاني. برشلونه خسارتين متتاليتين، وحده دوري ابطال ووحده لا ليغا، ونحن رايحين على التوقف الدولي. والصداره لمين؟ لريال مدريد يلي قد معه، يلي معه 21 نقطة. ومين الثاني؟ الثاني برشلونة يلي قد معه 19 نقطة. ما تصدر لا تكلمني. شباب بعرف انه انا مدريدي وفي عالم ممكن يستفز هذا الحديث، بس مثل ما كنا نحن معترين ومقهورين بلعبتنا مع الاتلتيكو مدريد، اليوم دورنا نحتفل ونصنع الافراح والليالي الملاح. كبسوا لنا، اشترك بالقناة، فعل زر الجرس، لا توصلكم الاخبار من عمكم الفوتبول جيب وقتها. الى ان يحين موعد الفيديوهات القادمة واللقاءات القادمة، ضلوا بألف خير. سلام.